صباح الخير، مساء الخير، الساعة 2. قررت النهارده اشتغل بره البيت. لليوم التاني صحيت من النوم لقيت الكهرباء قطعة، وايه مش هلغي شغلي ومش هوقف حياتي عشان الكهرباء عمالة تقطع، فقلت خلاص هشتغل من بره. بس الجو النهارده الحمد لله احسن بكتير من الايام اللي فاتت. في يوم كده كنت نزلت فيه الجو فيه كان لا بشع. النهارده الحمد لله الجو حلو لطيف، ماشيه تحت الشمس عادي مفيش مشكله. فيلا خدكم معايا من اول اليوم. انا المفروض عندي حصه دلوقتي، والحصه الولد لغاها او مش لغاها، هو اصلا ما دخلش، فقلت بقى خلاص انا ايه يعني هتجاوب في المجال. بصوا هنا الباك جراوند الخطيره دي شكلها كيوت موت. انا عملت بقى الكوفي، المفروض يعني عندنا والجو مش حر النهارده الحمد لله الجو لطيف. عايزه بقى ارد يا جماعه على اسئلتكم، كذا حد سالني كده سؤال كنت ايه قلت خلاص انا هقعد هنا ارد على كل الاسئله بتاعتكم. اوكي تعالوا بقى نشوف احلى كومنت جالي، ده لسه جالي مؤخرا، كنت بفتح كده الشانل ولقيته اول مره اشوف قناتي وعجبتني قوي، اشتراك ولايك. شكرا جدا يا روحي، ميرسي. بصي والله انا عايزه اقول لك انا بقالي كتير قوي بنزل كونتنت ومبسوطه كده، كتير قوي بنزل كونتنت وبقالي تيجي بقى لحظه زي كده، فاهمين ان هو الكونتنت يعجب الناس تشترك وتكتب لي كومنتس، فالموضوع لطيف قوي بجد. شكرا جدا، خدي رقم في القناه ما شاء الله، اتمنى انك الشانل تستعجبك وتتابعيني. تاني كومنت بيقول شكله هايل. طيب بصي انا عايزه اقول لك على حاجه، بالنسبه لي انا كحد بيسافر وفي نفس الوقت بيعمل كونتنت، انا بعمل فيديوز الناس بتشوفها في كل حته، وانا عارفه ان الفيديوز ده في يوم من الايام هيشوفوها ناس في كل حته في العالم. فانا بالنسبه لي ببقى عايزه انزل في مكان يكون شيك وشكله حلو في نفس الوقت، عشان خاطر الفيديو ده هيتشاف، مش ضروري وقت التصوير بس ممكن بعد سنه، ممكن بعد 6 شهور، بعد فتره الفيديو ده هيتشاف. فانا لازم اعمل المكان اللي انا اكون فيه لازم يكون مكان حلو، بلس ان انا بعمل دي زي الطبطبه الدعائيه للبلد اللي انا عايشه فيها مصر، فانا عايزه اوري الناس مصر بعيوني انا. اوكي، فعشان كده انا بختار يعني بهتم جدا بالمكان اللي انا هنزل فيه، لازم يكون مكان حلو جدا ونظيف جدا، حتى لو غالي شويه انا بحوش للسفريه دي من قبلها مثلا بشهرين 3 4 على حسب الميزانيه، عشان اقدر اطلع في مكان يكون حلو وديسنت. دي اول واهم نقطه. هي فكره السيفتي. انا بالنسبه لي مهم جدا ان انا لما انزل في مكان يكون مكان حلو وكبير عشان يبقى ليه سمعه ويخاف عليها. لو انا نزلت في اي مكان سمعته تعبانه، لو حصل اي حاجه ضايقتني لما اجي اروح اكلم حد محدش هيعبرني، لان هو يعتبر مكان رخيص وعلى قد فلوسك بقى، فاهمه انت الجو ده، على قد فلوسكم اللي انتوا دافعينه. لكن لما تبقي نازله في مكان حلو وشيك هيبقى ليه سمعه، لان اهم حاجه انا بدور عليها في اي حته هي سمعه المكان. سمعه المكان هي اللي هتحميني منه لو حصل حاجه تضايقني، فاهمين قصدي؟ شركه السياحه اللي انا كنت طالعه معاها هي شركه كبيره جدا واغلى من كل الشركات اللي حواليها واللي بتقدم نفس الخدمه، بس ما حصل لي مشكله ادوني رحله فور فري، فاهمين قصدي والبوينت اللي انا بتكلم فيها. فعشان كده لما اجي بختار بهتم جدا جدا بالمكان اللي انا اطلع فيه، سمعته اهم حاجه، عشان لو حصل لي اي مشكله اعرف الاقي حد اتكلم معاه. فمعلش ندفع زياده شويه، حوش لها قبلها بشويه، بس صدقيني هتريحي دماغك من هاسلز كتير قوي ممكن تحصل في نص الطريق. بقى التفاصيل اللي انتوا كلكم بتسالوا عليها، كذا سؤال جالي عن الموضوع ده، تفاصيل الاكل والشرب والحياه هناك عامله ازاي. بصوا في فندق في دهب في مكان هناك سوبر ماركت اسمه غزاله. السوبر ماركت ده كبير جدا وفيه كل حاجه ممكن تحتاجوها، يمكن ده السوبر ماركت الوحيد اللي موجود على الممشى، هو تقريبا في دهب اصلا كلها على حد علمي يعني موجود في الممشى، وسوبر ماركت كبير جدا فيه كل حاجه. في ماركتس ثانيه بس هي ستيل ماركتس مش سوبر ماركت. فغزاله ده اللي انا بجيب من عنده كل الحاجات اللي انا ببقى محتاجاها، واسعاره نفس اسعار القاهره بالظبط، واعتقد يبقى نفس اسعار المحافظات الثانيه، يعني مش هتلاقوا اسعار مختلفه وضربه فوق خالص. اسعار الاكل نفس اسعار القاهره، الكريب والبيتزا والبرجر والساندوتشات والوجبات، كل الحاجات دي كلها نفس اسعار القاهره بالظبط، يعني ما حسيتش حتى ان في زياده اسعار شويه عشان دي بلد سياحي خالص، نفس اسعار القاهره بالظبط كل حاجه. ما عدا بس حاجه واحده بس، في كافيه كنت دخلت انا وجيلي، والكافيه ده طلبت من عندهم وايت موكا، كان ايس وايت موكا، وكان ب 150 شويه اللي انا طلبتها. كانت الكاب كان كبير، يعني خلينا برضه حقانيين، الكاب كان كبير وكان مقلبس كده وكان كبير قوي بصراحه، وكان 150، فاعتقد بالنسبه لحجمه ما كانش غالي، بس انا بالنسبه لي لما اطلب حاجات زي كده تبقى في حدود 80 و90. ولما كنت بخرج بره على الممشى والاقي ناس بتبيع نفس الحاجه دي، كان موجود الاسعار اللي انا بقول عليها 80 و90 و100 والحاجات اللي زي كده. بس انا ممكن عشان قعدت في كافيه وكان كبير ومكيف وكده وليه قاعده اندورز، فممكن عشان كده الموضوع كان اغلى شويه، بس بشكل يعني توتالي الاسعار نفس اسعار القاهره بالظبط، مفيش اي اختلاف خالص، الاكل والشرب وكل حاجه. سعر الروم السنجل على حسب، يعني انا كنت سالت الشركه اللي انا كنت طالعه معاها على روم سنجل في فندق روكيتا، قال لي 4200 ده بالانتقالات وبرحلتين فري،
وبعد كده بعدها باسبوع بالظبط لما جيت اساله الكلام ده كان في اخر 6 كده، على اول 7 قال لي لا زادت 800 جنيه. فعشان اصلا شهر 7 ده موسم كل الناس بتسافر، 7 و8 2 دول موسم الجو فيهم بيبقى حر جدا، فلقيت السعر نط من 200 4200 ل 4900 4900 5000 يعني. فانا استغربت، بس انا ده الوقت اللي انا كنت بسافر فيه كل سنه، اللي هو بيبقى اول شهر 7 يعني اول اسبوع او تاني اسبوع في 7، ده الوقت اللي عاده انا بسافر فيه. فقلت خلاص مش مشكله، كده كده سفريه وهيدفع فيها زي ما اتدفع وخلاص. فانا دخلت او طلعت معايا مع الشركه دي روم سنجل في لوكيتا، كان ب 4 او 9000 جنيه خلاص، وكان شامل رحلتين فري، وكان شامل على فكره الكرسي الجولي في الباص. يعني في الباص يعني كنت واخده كرسيين، ده كان السعر ده شامل الانتقالات بالكرسيين رايح جاي، فاعتقد السعر هيبقى اقل شويه. الانتقالات الكرسي الجولي رايح جاي كان 600 جنيه. ايه في الفندق يعني لو حجز كتير قوي وعليه اقبال هيعلي السعر بتاعه، لو الدنيا هاديه مثلا شهر 6 وكده لا الاسعار مش هتبقى كده خالص. انا بالنسبه لي الاسعار دي افوردبل يعني تمام. انا زي ما بقول لكم انا بحاول في السفريه دي من قبلها بشهرين ولا حاجه، ببقى عامله حسابي على انا هدفع ما بين مثلا 5 ل 6 او ماكسيموم 7 مش عالي يعني كده. والحمد لله سافرت والدنيا كانت لطيفه وكل حاجه. اسعار بقى الرحلات الداخليه دي حاجه ثانيه، ودي لها بادجت ثانيه خالص، لان كل الرحلات الداخليه بدهب كل اسعار مختلفه تماما. تعالوا بقى عند البنوته الجميله دي، انت كيوت قوي وانا شفت كل الفلوجز بجد كانت كيوته. شكرا جدا جدا يعني. انا عايز اقول لك والله اللحظه دي انا استنيتها كتير قوي، وكنت بعمل فيديوهات وانزلها وانا عارفه ان محدش هيشوفها ومحدش هيسمعها، ممكن اقعد سنه افضل اعمل الموضوع ده وفيديوز هتتدفن كتير، بس بجد هي اللحظه دي اللي انا عملت عشانها كتير قوي. فبجد شكرا جدا جدا للكومنت بتاعك، واتمنى ان يعني الشانل تكون لطيفه واللي يجي هنا ويشوف الفيديوز يحبها، وشير بقى شير كتير لو عجبتكم شير، ما عجبتكوش شير برضه. ويكتبوا لي اي سؤال عندكم محتاجين تعرفوا اي حاجه اكتبوا لي هرد عليها على طول. تنورينا سانت كاترين. بص والله انا كنت عايزه اجي سانت كاترين في الشتاء قوي، وكنت يعني خلاص هطلعها، بس ما اعرفش ايه اللي حصل ساعتها، خفت ان الجو يبقى ساقعه وانا بطلع الجبل ما اعرفش اتعب في النص، حصل حاجه كده يعني. بس هي ببالي ان شاء الله ان انا لازم اروح سانت كاترين، ما رحتهاش خالص ولا مره، فمتحمسه جدا ان انا اروحها، فان شاء الله انا عندكم في يوم لازم. وده كان فيديو صغنن كده لكل الناس اللي سالتني اسئله على الفيديوز بتاعتي، وكل فتره كده ابقى اجمع لكم كام سؤال مع بعض وبعد كده اجاوب لكم عليهم.